أجواء الصيف والشوب بدها مشروبات بتبرد وبتسرسح القلب، فما بالكم لو كانت كلياتها فوائد لضغط الدم والكوليسترول ومضادات الأكسدة. تعالوا نحضر مع بعض أطيب وأذكى كاسة كركديه باردة وبنكهتين، ولازم تجربوا المشروب البنفسجي منه. لهيك احتفظوا بالفيديو، خدوا مشاركة على صفحتكم لحتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، وما تنسوا تدعموني بلايك للفيديو لو عجبكم، وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله. بالبداية مثل ما عم بتشوفوا رح أحتاج تقريبا لكوب وربع من زهور الكركديه، وحاولوا لما تشتروها تختاروها مغلفة أو معلبة. ومن بعد هيك رح أحاول أغسلها غسلة سريعة بالمي الباردة لحتى أتخلص من الأتربة اللي بتكون موجودة عليها. ومثل ما عم بتشوفوا بلشت أنقلها للشاف اللي رح أنقعها فيه. هلأ مدة النقع بتختلف تقريبا من ساعتين لليلة كاملة، لكن أنا هون تقريبا نقعتها مع السكر 3 ساعات تقريبا. بالنسبة لكمية السكر هذا برجع لكم، أنا تقريبا احتجت لنص كوب من السكر لأني رح أعمل نكهة تانية بنكهة الأناناس، لهيك خففت كمية السكر، لكن لو احتجت بعدين ممكن أضيف. رح أضيف ما يعادل تقريبا لتر وربع من المي المغلية لزهور الكركديه مع السكر، ورح أحركهم مع بعض كتير منيح، ورح أتركهم على جنب مثل ما خبرتكم من ساعتين لليلة كاملة. ليلة كاملة بنحطها بالثلاجة. مثل ما عم بتشوفوا بعد مرور تقريبا 3 ساعات ما شاء الله اللون كان غير شكل. هلا رح انقلها لشاف، رح اصفيها كتير منيح، حاولوا صفوها وصفوا الزهور كتير منيح لحتى تنزل منها كل الكركديه اللي بدنا اياها. هلا بهالمرحله فيكم تضيفوا عليها ثلج وتزيدوا كميه سكر قليله مع شوي من ماء الورد، بتطلع طعمه غير شكل. لحتى نحضر النكهه الثانيه اللي بنكهه الاناناس، بالخلاط رح أنزل تقريبا نص علبة من الأناناس، ورح أضيف عليه نص كوب من عصير الأناناس الموجود بالعلبة، وأيضا رح أضيف كوبين من منقوع الكركديه اللي جهزناه. رح أخلطهم مع بعض كتير منيح بالخلاط، وفيكم تضيفوا بهالمرحلة شوي من السكر لو حبيتوا، وفيكم تستغنوا عن السكر وتكتفوا بحلاوة الأناناس الموجود. رح تحصلوا على أطيب وأذكى عصير بلون بنفسجي غير شكل. فيكم تضيفوا له الثلج وتزينوه بشرحة من الأناناس، ومن بعدها تستمتعوا بأطيب طعم. مشروبنا اللي كله فوائد مثل ما خبرتكم للدم وللجهاز المناعي، عدا انه بارد خاص بهالاجواء، وعدا انه شكله حلو ومرتب، ممكن تضيفوه لضيوفكم خاصة بهالاجواء. كمان مثل ما خبرتكم فينا نضيف معلقة صغيرة من ماء الورد او ماء الزهر، فيكم تضيفوها للكاسات او فيكم تضيفوها للشاف الكامل. ممكن نخليها صحي بالكامل ونستغني عن السكر ونضيف العسل حسب الرغبة. يفضل تستهلكوا الكركديه او منقوع الكركديه خلال مدة 24 ساعة حتى نستفيد من كل فوائده، ما نطول عليه. احتفظوا بالفيديو، خذوا مشاركة على صفحتكم لو حبيتوا، وأيضا ما تنسوا تدعموني باللايك، وصحتين وألف عافية مسبقا.